الله يجعله الله يغفر بجنة له النعيم. ويرحمه. اسلم. طبعا امي يوم توفت كانت مريضه الله يغفر لها ويرحمها، كانت مريضه بالجلطه الى 8 الله سنين. يسكن جنة سبحان الله العظيم جاها التعب مره واحده وتوفت. رحنا للمستشفى، طبعا يوم بلغونا ان امي توفت طبعا صار فيه حزن ما يتخيله الانسان. المهم سبحان الله العظيم صار من بكره قالوا لا انه خلاص يعني ما تشوفونها الا بكره. اي دخلوها طبعا ثلاجه. يوم صار من بكره جينا قلنا حق الثلاجه وحق المستشفى وذا قلنا بنشوف امي، قالوا لنا انه حنا الطبيعي اننا نسلمكم الجثمان وتروحون بولا المغسله وانتم شو اسمه وبالثلاجة يحطون الليل والصبح يتودى المغسلة من عندهم. تروحون تشوفون انتم انتم عاد رحتوا للمغسله عاد انتم الله وكلكم. المهم قالوا خوي خلاص اجل يا اخواتي مشوا بس لما روحوا للمقبره ونجيب امي. المهم استلمنا امي ورحنا للمغسله. دخلنا انا واخواتي لما المغسله وحنا بحاله ما يعلم بلا الله، وحاطين ان امي وقاعدين اللي يقرا عليا واللي يدعي له واللي ذا ونحترم يغسلن معنا. لا اله الا الله. الله يجعله. سبحان الله العظيم جانا اللي غسلن قالوا تعوذوا من ابليس الموت حق وما ادري وش بعد والميت ترى ما يبي الا الدعاء وشو له الصياح والنياح. المهم تعودنا من ابليس اسكت. حنا طبعا قبل ما يجون قمنا نحبب امي ونخمخمه وما حد من حريم اخواني كافي من سدحة على جثة امي تصيح الصياح متخيلة. واحدة من بنات اختي تحبب رجلين امي ونحبب راس. قالت يلا نبدا قلنا يلا. المهم فتحنا على رجل بدلينا ولا مخلطين بلا سر معطينا رجل. انا يوم فتحت ولا يا ويلي لحيته حمراء وتخيل شايب. انا نقصت وصبخت بالارض من الروعه وبالامور اخوي ما ضرب امي واللي هج واللي رحمه يعني موقف صراحه. جاني الاخص وش فيه وشو؟ قلت انا رجل مو بامي. قلت يا شيخه ويتكلمون حق ذا السياره حق يقعدون يستلجوني من مرة ثانية ويطلعونه وش عقبه